مرحبا بكم البنات في قناتكم وصفات لينا. اليوم جبت لكم طبق محبوب عند كل الجزائريين، وطريقته بزاف سهله ويجي بزاف بنين، اللي هو المعدنوسيه. حضرت لكم بواحد لاصوص من اروع ما يكون، والوصفه هذه راهي بدون تعب ولا جهد، وتحضريها في وقت قياسي ما تديش منك كامل الوقت، خاصه مع تعب رمضان هذا ما يليق. هنايا شوفوا جبت قطع تاع الدجاج، تحبوا صدر تحبوا كويس يعني كيما تحبوا. ضفت لهم شويه الملح وحوالي 3 مغارف نتاع الزيت، ونحطهم فوق النار ونقليهم مليح مليح حوالي 3 دقائق حتى ل5 دقائق. بعدها قطعت بصله صغيره شويه، قطعتها رقيق وفرغتها فوق هذاك الدجاج. وكي نقولوا المعدنوسيه اكيد نقولوا ان معدنوس. ضفت كميه من المعدنوس في اللاصوص، والكميه الاخرى نخليوها من بعد. وبلا ما ننساو الثوم، درت مغرفه صغيره تاع الثوم وخليتهم يتقليو مليح مليح على نار تكون متوسطه. لازم يتقليو وتذبن معكم ديك البصله باه تجيكم لاصوص بنينه. وسر البنه نتاع هذا اللاصوص هي التوابل الحاجه مريم اللي جبتها لكم من قلب الصحراء. كيما على بالكم الصحراء معروفين بزاف بالتوابل، عندهم هذا الباك فيه 10 علب فقط ب90,000. كيما قلت لكم راح نستعملهم معكم، وصراحه اللاصوص جات بزاف بنينه بعد ما استعملت هذا التوابل. فيها يعني كل التوابل الأساسية اللي تحتاجوها، وراه عندهم توصيل 58 ولاية. روحوا الأول تعليق نخلي لكم لاباج تاعهم، ونخلي لكم الرقم اللي تحب تكوموندي من عندهم. درت من توابل الحاجة مريم شوية فلفل اسود وشوية من توابل الدجاج، ما تكثروش بزاف لانه كيما على بالكم لاصوص هذه ما تجيش فيها بزاف توابل. درت شويه من راس الحانوت، وهذيك لاصوص كيما قلت لكم راهي تتقلى. هذيك البصله ذبلت معايا، خلوها لازم تدي تقليه مليحه باه تجيكم بنينه. درت شويه حمص، انا الحمص تاعي مش طايب، اللي يعني الحمص تاعها تكون مطيبه قبل تسكر لك وقت حتى يطيب الدجاج وباه تضيف الحمص. هنا ضفت الماء حتى يتغطى هذاك الدجاج، ونسكر عليه ونخليه يطيب. خلوه يطيب واللاصوص هذيك تعقد. من بعد نقدموها. نرجعوا هنا للطبق. درت 3 بيضات، وعندي كميه من المعدنوس، كميه مليحه كما على بالكم المعدنوسيه. من عند توابل الحاجه مريم استعملت الفلفل الاسود، درت كميه منه، ودرت شويه ملح حسب الذوق. نخلط هذه المكونات مع بعض. من جهه اخرى في المول الاسطوري دهنته بالزبده وحطيته بجهه وشعلت الفرن. هذاك الدجاج فتته وخلطته مع هذاك البيض. والجبن اكيد كيما عودتكم جبن تارتيليس هو الاحسن والافضل. بعد تجربه يعني جربت وعندي شحال روعه البنات. هذاك تاع البيدون جبن حقيقي ماهوش تحضيره. درت منه مغرفه كبيره ودرت كميه من هذا الجبن المبشور من عند تارتيليس، وخلطت هذه المكونات مع بعض. هذيك لاصوص بعد ما طبت معايا درت منها حوالي نص كيس حتى الكيس، يعني على حسب كميه الدجاج اللي درتوها. شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه. جبت هذاك البلاطو اللي كنت دهنته بالزبده، وراح نفرغ هذاك الخليط. كي تدخلوه للفرن شعلوا له من تحت حتى تشوفوه يعني بدا شويه يغلي، وشعلوا له من الفوق يزيد يدي هذيك التحميره وينشف مليح مليح من البيض. هاي لكم طريقه كيفاه، طريقه موضحه. نتمنى برك تدعموا لينا بالجيم والتعليق، هكذا باه يوصلكم كل وصفاتي. وشكرا كامل على تعليقاتكم. هنا دخلته للفرن بعد ما طاب. هاي النتيجه كي طاب كيما راكم تشوفوا، والبنه روعه اكيد راح يكون بنين لانه بالدجاج. هنا قسمته معاكم، والتقديم يعني اختياري، كل وحده كما تحب. الشكل ثاني اختياري، تقدروا تديروه في المول الاسطوري، تقدروا تديروه في اي بلاطو متوفر عندكم، يعني لكم الاختيار. قدمت مع هذيك لاصوص تاع الحمص كما راكم تشوفوا معايا، واللي جات بزاف بنينه. وهاي لكم النتيجة النهائية تاع طبق المعدنوسية، طبق جزائري تقليدي يصلح بزاف لشهر رمضان، بزاف سهل، تقدروا تحضروه يعني في رمشة عين. والاكيد البنه تكون حاضره يجي بزاف بنين. نتمنى منكم كامل جربوه، وما تنساوش برك بالجيم والتعليق تدعموني، هكذا باه يوصلكم كل وصفاتي. هنا قسمت معكم يعني تشوفوا القوام تاعو، والبنه روعه. شكرا، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.